دلوقتي انا طلعت حملة مستهدف فيها اصحاب البيزنس والدكاترة والمهتمين بالماركتينج ومستخدم استهداف دقيق. الحملة كانت ريلز ريفيل شركة الماركتينج ومنه بيتكلم عن خدماتها. دلوقتي الحملة جابت رسائل وكله تمام، بس مش الجمهور بتاعها خالص، وناس صعبة من اللي بيبعتوا ورد وصباح الخير وصور ملهاش علاقة بالموضوع نهائي. لما نيجي نتكلم عن النوع ده من المشاكل، فاول حاجه تعملها، ودي نصيحه وبكلمك عن تجربه، ان انت ما تحاولش تعدل على الكامبين دي. الكامبين اللي بتطلع وبتلاحظ ان هي باظت منك بالكامل بالشكل الغريب ده، بالاخص ان صاحب السؤال كان اتواصل معايا، كنا اتكلمنا اكتر في وراني امثله على بعض الرسائل اللي بتجيله. فالحل هنا ان انت تقفل الكامبين دي تماما وتطلع بكامبين جديده، لان غالبا نسبه كبيره كان في خطا في الاستهداف. بس دلوقتي ممكن نتكلم على بعض النصايح السريعه ان انت تحاول تتجنب المشكله دي لما تيجي تعمل الاستهداف. اول حاجه، الخوارزميات دلوقتي بشكل عام ايا كانت البلاتفورم اللي انت شغال عليها، بقوا يعرفوا يوصلوا للاودينس اللي انت محتاجه بشكل احسن بكتير جدا من ان انت تقعد تحط الاهتمامات بتاعتك بشكل يدوي. بمعنى ان انا لو اشتغلت على الرساله الاعلانيه المطلوبه وركزت على الخطه بشكل عام ان انا اوصل الرساله للعميل بتاعي، العميل هيكلمني والخوارزميه تلقائي هتبدا تقترح نفس الاعلانات دي لاشخاص مهتمين بنفس تشابه اهتمام الشخص اللي كلمك اول مره. بمعنى ان الشغل هنا بالكامل ممكن نحاول نخليه ان هو يشتغل على الكرييتيف. الحاجه التانيه، كانت مشكله موجوده في الاعلان ده وهو استعمال ريل واحده بس. مش بنقول ان استعمال ريل واحده بس غلط او ممكن ما يجيبش معاك نتائج، ولكن هو دايما قدر الامكان لما تيجي تطلع بكامبين اتاكد انك عامل اكتر من ديزاين بافكار مختلفه، اتاكد انك طالع باكتر من فيديو بافكار مختلفه وتحطهم في كامبين واحده، وجوه كل كامبين دي تعمل اكتر من اد سيت تحط فيها الافكار المختلفه اللي موجوده عندك. واهم حاجه، ما تحجمش الاد سيتس اللي انت حاططهم بان هو تكون كل واحده ميزانيه محدده. انت سيبهم تلقائي بحيث ان الادست اللي بتجيب اعلى اداء تاخد اعلى اهتمام او اعلى حصه من الميزانيه بتاعتك عشان تبدا توصلك للجمهور. وما تنساش لو عندك اي سؤال وحابب نجاوب عليه، ما تنساش تحطه في ادفانسد ديجيتال ماركتنج كوميونتي، هتلاقي اللينكات موجوده تحت.